كتبت الناس قالت ها، قلت هاي السنه مرتي، واذا ما صرتي هذه السنه مرتي هذا شاربي مو علي. منتهين متفارقين صرت عليها كم؟ زين. الله يساعدك. بس هاي من بعد صراحه انا من الساعه بالعشرة بالليل قاعد اعمر ارجيله وافكر ل 11 الصبح. اوف. وحدك؟ قاعد على شربايتي من العشرة بالليل ل 11 الصبح، نرجيله براس نرجيله، نرجيله براس نرجيله، الى ان اتخذت القرار خابرتها. كتبت الناس قالت ها، قلت هاي السنه مرتي، واذا ما صرتي هذه السنه مرتي هذا شاربي مو علي. الشهر العاشر خطبت. هي هاي الجمله اللي هاي قلت لها شاربي مو علي، اذا مو هاي السنه انت لي. هي هاي الجمله اللي انا اريد اسمعها. هسه احكي لي بجزئيه الشيخ. اي ساعاتنا ابو محمد. رخصنا شيخنا، رخصنا اليوم. السيد الوالد. اي احنا ما راح اقول كان رافض. اي كان بس ما راح اقول كان رافض. انت احكي لي الاحساس او شلون قنعته وش حسيت ورا مقطع. لاول مره راح احكي لكم كلمه. طبعا اللي سوالي الموضوع العباس ابو فاضل سلام الله عليه السلام. هسه اللي عنده قناعه، اللي عنده عقيده يقتنع، اللي ما عنده عقيده، اللي ما عنده قناعه خلي ثقه بي وراح اسوي لك سالفه. زين. والله انا كنت مسافر بتركيا. زين. بقيت فتره طويله، شهرين اكثر. اي اذكر. رجعت من تركيا اول مره انا اغيب عن والدي. اول مره يعني انا اروح هاي البيت الفتره عمي. انا اروح البيت عمي 4 ايام يحرق التليفون علي تعال ما تبقى. فهو كان مسولف هو الوالده انه خلص بعد علي 30 سنه لازم يتزوج. خوش اجيت مشتاق لكذا. فعابره كانت زياره الاربعينيه، اول مره انا ما ازور الاربعينيه متحرمس. زين. والله رجعت قال امشي يوبا خل نروح الكربلاء. انا واصدقاء رحنا الكربلاء. فكانوا منتظرين حسام الخفاج وهاي شعراء كربلاء تحياتهم، فنريد نطب نزور انا وياهم. فانا واقف يعني بوضعيتي معقل وكذا وهاي، ولابس حلقه بيدي اليمنى كان بيها اسمها مكتوب. يعني وضعيتي مو مال ما متزوج، يعني تعرف عمري وهاي ومعقل. الهيئه الاولى متزوج ومخلف يجوز. زين. فواقف قدام مقام الامام العباس عليه السلام. فقلت له ابو فاضل جايك باثنين. زين. الاولى تحسب لي اياها اربعينيه. زين. هاي اول اربعينيه انا ما اجيك بيها لين ما جيت. اما الثانيه اريدها، تعبت. شلون تقنعه، شلون تجيب لي اياها، اريدها. يمك. مهند ما باتت. اوف. ما باتت بكربلاء. ابوي اقتنع وخابر البنيه قال الاسبوع الجاي احنا يمكن. هسه احكي لي الاحساس هذا. الاحساس انا ابوي بالعيد احس ب 7000 حساب شلون اعايده لين راح ابوسه. زين. لان ابوي شوي شخصيه جامده وكذا وهاي التفاصيل. حضنت ابوي حضنه مهند عظيمه من هاي على قولتنا طق ضلوع.